يلا اقول لكم على طريقة الكفتة المشوية تعملوها في البيت بطريقة حلوة جدا وطريقة تعجبكم زي ما بتجيبوها من بره. يعني تبقى شبه الجاهزة بنسبة 90% كده. بصوا شكلها متماسكة ما بتفكش وفيها نكهات حلوة قوي قوي. وكمان لو عايزين تفرموا لحمة في البيت كل ده هتشوفوه في الفيديو. يلا نبدأ على طول. اول حاجه واهم حاجه في الكفته هي القطعيات المظبوطه اللي بنختارها علشان نعمل كفته حلوه. ولازم الكفته يكون فيها نسبه دهن. فده 2 كيلو، كيلو ونص احمر، ونص كيلو من اللحم الملبس اللي هو الدوش، وربع كيلو او اقل من اللي هي الضاني، بس انا بقول لكم خلوها ربع كيلو. كده احنا عندنا لحمه ملبسه فيها نسبه الدهن المظبوطه عشان نعمل كفته طريه وحلوه زي اللي بنجيبها من بره. وهنحتاج معاها بصلتين متوسطين والتوابل بقى اللي هنحطها للكفتة. طبعا ملح وفلفل، كبابة صيني ودي بتدي طعم حلو للكفتة، كزبرة، وكاري. هتستغربوه شوية بس الكاري فعلا طعمه قريب جدا من المرقة، ما تكتروش منه بس بيدي نكهة حلوة قوي. ومعلقتين، حوالي معلقتين زعتر وتوم مفروم، واهم حاجة معلقتين صغيرين من البيكنج باودر. ملحوظة مهمة، لو مفيش ليا أو اللحمة اللي بتعملوا بيها الكفتة مش ملبسة قوي ممكن نضيف معلقتين كبار سمنة عشان بس يطعموها. هنبدأ بقى في تجهيز اللحمة. أول حاجة أنا هفرم اللحمة، أنا بفرمها في البيت. لو انتوا هتجيبوها مفرومة جاهزة من الجزار اطلبوا منه إنها تبقى مفرومة وشين. فأنا هنا بفرم أول وش، بخلط كل القطعيات دي مع بعض علشان تكون متوزعة بالتساوي على خليط اللحمة، وبفرمها. ده كده اول وش. بعد كده بخلط تاني، بعجنهم تاني مع بعض، وبعمل الوش التاني اللي هو بيكون الوش الانعم. وبعدها بيكون خليط الكفتة جاهز معانا عشان نضيف له التوابل والبصل. انا عندي بصلتين متوسطين، مش عايزين نكتر في البصل. بفرمهم فرم ناعم قوي، عاملاهم على المبشرة، وبسيب شوية مية فيهم، مش بنشفهم تماما. وهستخدم المية الباقية واحنا شغالين في تشكيل الكفتة. ولو في اي قطع بصل نشيلها علشان ما نحسش بيها واحنا بناكل الكفتة. هنضيف بقى الملح والفلفل وكبابة صيني والكزبرة، كاري، والزعتر والثوم. وطبعا اهم حاجة معلقتين البيكنج باودر، ده سر برضو من اسرار الكفتة. بلاش نزود نشا، في ناس بيحطوا نشا بتنشف شوية الكفتة. هنخلط كويس وده هيبقى شكلها. عايزة بس اقول انه الناس اللي بتحب الكفتة حمرا تماما برضو ما يضيفوش نشا، لان الحمرا لوحدها بتبقى ناشفة، النشا هيخليها تنشف اكتر. هدخل بقى الكفتة التلاجة لغاية ما نجهز الفرن. هنا ده كانت تجربة، دايما جربوا في صباع كفتة ان انتوا تعملوه وتشكلوه وتسووه وتشوفوا الملح بتاعه، تشوفوه هيفك ولا لأ، يعني تطمنوا ان الخليط تمام. اول حاجة بقى بعملها في تجهيز الشوي اني بفتح الفرن على العالي، وبجيب صينية بغلفها او ببطنها بالفويل، وبحط عليها شبكة ستانلس ايا كانت بقى عندكم الشبكة دي ايه. دي كانت شبكة عندي ليه شواية كهرباء، فانا دايما بستغلها في الموضوع ده. بدخل بقى الشبكة بالصينية في الفرن وتبقى سخنة جدا جدا، علشان لما نيجي نشوي الكفتة بنحطها عليها وتكون الشبكة نفسها سخنة جدا. هنا بقى مية البصل اللي صفيناها بحط عليها بابريكا مدخنة، ولو حابين أي إضافات تانية بس بتساعدنا وإحنا بنشكل الكفتة. وهنبدأ بقى في التشكيل. بصوا أي برضو سيخ عندكم، لو ظهر معلقة خشب يعني زي ما تحبوا، بتتشكل بسهولة. ودايما اعملوا عقل كده فيها عشان تطلع شبه الجاهزة. بصوا بقى أنا هنا شغلت الصوت عشان تسمعوا صوت الكفتة وهي محطوطة على الشواية. ده بيخلي الكفتة ما تنزلش مية وبتتشوي بشكل أحسن. بصوا بقى شكلها في الفرن خطيرة. الدهون واللية وكل الدهون الحلوة اللي في قطعيات الكفتة هي اللي بتسويها، وبتبدأ تتصفى منها بالشكل ده. بجد نتيجتها وطعمها بيبقى حلوين جدا جدا. وده بقى شكلها خطيرة، طعمها حلو قوي. ودي السلطة اللي أنا دايما بنصحكم بيها تعملوها مع المشويات. بصوا بقى شكل الكفتة وشكلها من جوه عامل ازاي، حلوة قوي قوي قوي. جربوا الوصفة دي وإن شاء الله هتعجبكم، ومستنية رأيكم، وبألف هنا وشفا.